السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. استكمالا للفيديو السابق، ما زلنا ندور في فلك الأزمة، أزمة مباراة القمة اللي صنعها باقتدار هاني أبو ريدة. الكلام في اللي فات ملوش لازمة، كل الخطوات اللي تمت وحصلت حضراتكم تعرفوها. إيه الجديد؟ الجديد تصريح هاني أبو ريدة على موقع اتحاد الكورة انه ما فيش بينه وبين حد عداوات، وان مش كل مباراة مهمة هنجيب فيها حكام اجانب، ده بيأثر على اختيار حكامنا المصريين في المحافل الدولية والعالمية، وان ضيق الوقت هو اللي كان سبب في عدم استخدام حكام اجانب لمباراه القمه. طبعا مساله ما فيش عداوات بينه وبين حد، لا، انا بقول ان اللي بيبحث عن المناصب باستمرار زي هاني ابو ريده دايما بيدخل في عداوات. من ناحيه ان الحكام بتوعنا ما بيظهروش في المحافل الدوليه بسبب عدم تحكيمهم المباريات الكبيره في مصر، ده كلام فارغ. لان لو هاني ابو ريده بيستخف بعقولنا تبقى مصيبه، لو هو مصدق الكلام ده تبقى المصيبه اعظم، لان اختيار الحكام ما بيتمش بناء على هذا المعيار، ولكن بيتم بناء على تقييم دائم ومستمر للتحكيم طوال فترات سابقه، سواء عن طريق الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. فاحنا حكامنا هم اللي ضعاف ومشاكلهم كتير، ولذلك احنا ما بنشوفهمش في المحافل الدوليه. الجديد ان احمد دياب ارسل خطاب للاهلي والزمالك وبيراميدز، بيقول لهم الخطاب اللي انا كنت بعته لاتحاد الكوره وقلت فيه ان انا هسدد رسوم التحكيم الاجنبي في مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز مع بعضها البعض، ده لاغي ليه؟ لاغي لان في حوار كشف عنه الاستاذ ابراهيم المنيسي، قال ان احمد دياب تواصل مع هاني ابو ريده وقال له احنا عايزين نفعل الجواب اللي بعته لك يوم 9 مارس بان مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز مع بعضها تبقى تدار من خلال تحكيم اجنبي، واحنا هنتكفل، الرابطه هتتكفل بمصاريف الحكام. هاني ابو ريده تمسك بتطبيق اللوائح وقال انه اي نادي عايز حكم اجنبي هو اللي يتقدم بطلب وهو اللي يسدد الرسوم، وقبلها ب 14 يوم. هاني ابو ريده النهارده عاوز يتمسك باللوائح، مع ان هاني ابو ريده ده اول واحد بيخترق اللوائح والقوانين. وبعدين انت لما تفتح الباب بهذه الطريقه، لما تكون الرابطه عايزه تحل الاشكاليه وانت تصدر مشكله جديده، افرض الاهلي عاوز حكم اجنبي والزمالك عاوز حكم اجنبي وهيقابلوا بعض، طيب ما هو فريق زي الزمالك ممكن يركن شويه على ما الاهلي هو اللي يطلب، عشان هو اللي يتحمل المصاريف اللي ما بين 50 و70 و80 الف دولار، ما بين 4 و5 مليون جنيه مصري. يعني انت بتفتح الباب لاشكاليه جديده الرابطه عاوزه تحل، وانت ما عندكش غير تصدير الازمات والمشاكل. موقف اداره الاهلي لحد هذه اللحظه، الكلام اللي اتقال ان شركه الكوره اوصت بان الاهلي يستكمل الدوري تحجيما لاي خسائر قادمه، خاصه الخسائر الماديه مع الشركات الراعيه او فيما يتعلق ببث المباريات وما شابه ذلك. الكلام ده لم يصدر عن النادي الاهلي، مش معقول شركه الكوره هتوصي بحاجه زي كده وهتخرج ده للاعلام، ولا ده شأن بيبقى داخلي. فطبعا كل دي اجتهادات. الحقيقه ان مجلس اداره النادي الاهلي واللجان المختصه في اجتماعات مستمره طوال الفتره اللي فاتت وبتدرس كل حاجه وبتدرس الموقف من جميع جوانبه عشان تصدر القرار بعد عوده الكابتن الخطيب باذن الله من العمره. جمهور الاهلي انا يعني بقول له لازم نثق في اداره النادي الاهلي، واداره الاهلي ما كانتش مخطئه لما خدت القرار ده بان هي حاولت تضغط على اتحاد الكره اللي مش عايز ينفذ اي حاجه. الاهلي من البدايه مستشعر او ربما كان عنده معلومه ان في توجه ان الدوري يروح لبيراميدز، فبناء على هذا الكلام الاهلي كان بيتحرك. وطبعا احنا شفنا اخطاء الحكام طوال الفترات السابقه. الاهلي طالب برئيس لجنه حكام اجنبي، عمنا هنا ابو ريده جاب كارلوس الكوليمبي وركنوا على الخط فتره طويله على
او لحد ما الامور تتظبط. يعني انت امام مشهد بيكشف لك ان فيه نوايا مبيته. تمام. فاحنا دلوقتي الاهلي كان بيطلب خبير اجنبي لان هو شايف ان الوضع في حاجه غلط. فاي تداعيات تحصل بعد كده الاهلي ملوش ذنب فيها، عشان ما يجيش واحد بعد كده يقول لك طب والاهلي كان اتصدر ليه؟ ولما ما هو الاهلي ما كانش يعرف ان هيحصل هذا التربيط، واللجنه الاولمبيه هترفض عقد جلسه الاجتماع، ان كل نادي او كل طرف في الاشكاليه اللي كانت معروضه على اللجنه الاولمبيه لازم يسمع راي الطرف الاخر عشان يعرف هو قدم دفوعه ايه، وبالتالي هو كمان يقدم ما لديه من مستندات تدعم موقفه. الفتره اللي فاتت قبل الراجل الكوليمبي اللي جه ده، طبعا احنا عارفين ان كان بيترأس لجنه الحكام شخص ليس فوق مستوى الشبهات، وكان له حوار قبل كده انه بيعين حكام حسب الطلب. يعني الاهلي النهارده لما يتحط في موقف زي ده، افرض الاهلي مثلا قرر ان هو يكمل، هيجي واحد يقول لك، واحد اهلاوي يقول لك طب كان ليه من الاول؟ لا، ما هو انا اخد القرار الصح واكمل فيه للاخر. دي مبادئ الاهلي ودي ثوابته ودي قيمته وقامته. مساله بقى ان في يحصل تربطات واتفاقات وشغل حلبوحه اللي حصل ده مش ذنب الاهلي. الاهلي امامه خيارين كلاهما مر، كلاهما مر. الاهلي لو انسحب يبقى فتح الباب لبيراميدز والزمالك ان هم يوصلوا للي هم عايزينه، ويبقى المخطط اللي اتعمل تكتمل اركانه، ويكون الاهلي هو اللي ساعدهم بمساله الانسحاب اللي هم بيتمنوها وعاوزينها. طيب الاهلي لو كمل وصعد في نفس الوقت فهو هيبقى على المحك. يعني جماهير النادي الاهلي بتقول لو الاداره لو اتخذت قرار بان الاهلي يكمل البطوله، حتى لو كان هيشتكي للجهات الاعلى فهيفقد مصداقيته مع جماهير النادي الاهلي، وانه مش قادر يكمل في قراره. شفتوا بقى الموقف صعب على اداره النادي الاهلي ازاي؟ لكن في النهايه احنا المفروض كلنا كاهلي احنا عارفين الاهلي اعترض ليه، وكانت البدايه ايه، وما آلت اليه الامور ايه، واللي وصلنا له لحد اللحظه دي ده بتدبير وترتيب واتحاد وتضامن بين عده جهات لضرب الاهلي في مقتل. فاحنا كجماهير الاهلي ما نحملش اداره الاهلي فوق طاقتها. احنا لحد هذه اللحظه اقسم لكم انا ما اعرفش اداره الاهلي هتتخذ اي قرار، لكن الجميل حتى الان ان جماهير النادي الاهلي كامله رغم تباين ارائها ما بين الانسحاب وما بين الاستكمال، الا ان جماهير الاهلي بتدعم مجلس الاداره، وان شاء الله ربنا يوفق مجلس الاداره في اتخاذ قرار يرضي الجميع ويكون في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. فيما يتعلق بزيزو، انا قلت قبل كده ان زيزو متفق مع الاهلي ومخلص كل حاجه، لكن اداره الزمالك ورجال اعمال الزمالك وتدخلات من اشخاص او شخصيات مهمه كله بيضغط على زيزو ان هو يكمل. فيا ترى زيزو هيرضخ لهذه الضغوط ويجدد عقده مع الزمالك، ولا هيلتزم باتفاقه وتفاصيله مع النادي الاهلي؟ الايام اللي هتكشف لنا ده. بالنسبه لمصطفى محمد وان الاهلي بيحاول يتعاقد معاه، مصطفى محمد ابوه بيعلن ان مصطفى عاوز يكمل في اوروبا وعايز يكمل مشواره وما عندوش استعداد يرجع الدوري المصري تاني. احنا ما عندناش معلومه مؤكده ان الاهلي اساسا تفاوض مع مصطفى محمد في هذا الشأن. احنا اللي نعرفه ان حمدي فتحي هيبقى اعاره، تريزيجيه جاي، ومحمد عبد المنعم وارد جدا انه كمان يبقى اعاره. فبكل التوفيق للنادي الاهلي في الفترات القادمه، ومعاكم باذن الله اي تطور هيحصل هنكون معاكم وهنطلعكم عليه باذن الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين.